ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني، انا ريتاج دفعه 2024 اولى طب بيطري. اتاخرت عليكم في الفيديوهات الفتره اللي فاتت لان طبعا الكليه كانت بدات وكانت حاجه جديده بالنسبه لي، وكنت حرفيا مسحوله اصلا في الكليه. والنهارده هتكلم معاكم عن ماده مهمه جدا اغلبكم طلب مني اتكلم عنها في الكومنتات، وهي الانجليزي. وخصوصا الانجليزي بقى عليه 60 درجه مش 50 درجه زي السنين اللي فاتت. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تضغط اللايك والسبسكرايب وتعمل جوين لجروب التليجرام، لاني هنزل لكم عليه قطع كومبريهنشن كتير تتدربوا عليها، وكمان هنزل لكم بعديها حلها. عايزه اعرفكم يا جماعه ان ماده الانجليزي سهله جدا جدا انها تتقفل، وانا تقريبا كنت شبه مقفلاها لولا اني نقلت حاجه في البابل شيت غلط، وهي سؤالين ترانزليشن كنت مجاوباهم صح في ورقه الاجابه، بس لما جيت انقلهم في البابل شيت نقلتهم غلط، لاني كنت بنقل سؤالين، كل سؤالين مع بعض مش كل سؤال لوحده، ودي غلطه ما انصحكمش ابدا بيها. وطبعا الانجليزي مش مجرد ماده احنا بنذاكرها وبس عشان نمتحن فيها، دي لغه اساسيه في حياتنا وفي كل المجالات. حتى لو دخلت اي كليه، مثلا كليه طب او اي كليه علميه غيرها، هتبقى محتاجها جدا فيها. ودلوقتي هحط لكم خطه تقدروا بيها تقفلوا الانجليزي وتجيبوا الدرجه النهائيه ان شاء الله. نبدا الاول بالفوكاب، وهو بالنسبه لي اهم من الجرامر، لانك لازم اصلا عشان تعرف تحل جرامر او تحل اي سؤال في الانجليش لازم يكون عندك حصيله لغويه كبيره تقدر بيها تحل اي سؤال يقابلك. عارفه ان اغلبكم بيعاني من حفظ الكلمات وان هي بتتنسى بسرعه، بس دلوقتي هقول لكم على طريقه تحفظوها بيها كويس وما تنسوهاش. اول حاجه وهي تعملها انك تكتب الكلمات بايدك، لان الكتابه بايدك هتساعدك انك تثبت الكلمه اكتر وتثبت المعلومات في دماغك اكتر من لو ذاكرتها بس بالقرايه كده شفتها بس بعينك. وكمان لازم تكرر الكلمات حفظها بشكل مستمر، مش بس تحفظها مره وتنساها وتهملها وتقول انا مش خلاص انا حفظتها وسمعتها لنفسي وتكتفي بكده. لا، لازم تراجع عليها مره واثنين وثلاثه، مثلا تراجع عليها كل اسبوع. وطبعا لازم تكون عامل كراسه للكلمات الصعبه او الكلمات اللي انت مش عارف تحفظها او اللي بتغلط فيها كتير، او كمان اللي هي الغريبه بالنسبه لك لاول مره تشوفها، وتكتب فيها الكلمه ومعناها بالعربي. وده هيساعدك جدا لما تيجي تراجع قبل الامتحان، وهيساعدك بشكل كبير انك تعرف تحفظ الكلمات دي، انك تعرف السينونيمز والانتونيمز بتاعها. يعني كمان لو عندك كلمة زي هابي لازم تعرف كلمات تانية زيها زي joyful وكمان cheerful، وكمان المتضادات زي unhappy و sad. والطريقة دي هتساعدك انك تفهم الكلمات اكتر وتعرف تستخدمها في كذا جملة مختلفة. ندخل بقى على الجرامر. الجرامر هو اللي بيربط الكلام ببعضه، وهو اللي بيخليك تعرف تكتب جملة صح. لو فهمت الجرامر كويس هتقدر تكتب وتتكلم بدون اخطاء. ازاي بقى نفهم جرامر؟ اول حاجة نبدأ بيها وهو انك لازم تقرأ اصلا الجرامر اللي انت اخدته بشكل عام، ولازم تفهم كل القواعد اللي بتاخدها بشكل كويس جدا. ولو في كلمه مش فاهمها مثلا وقفت معاك في الجرامر مش فاهمها، تقدر ترجمها عشان تكون فاهم كل جزء كويس. تاني حاجه التركيز على الازمنه. الازمنه في الجرامر هي اهم حاجه لان لازم نكون حافظينها كويس، زي مثلا البريزنت سيمبل او الباست سيمبل، وكل زمن ليه علامات لازم نكون عارفينها كويس. يعني لو جاتلك في جمله مثلا كلمه yesterday اكيد هتبقى عارف ان ده زمن الماضي بسيط. تالت حاجه معانا وهي الحل المستمر. الجرامر لازم يتحل عليه كتير، وزي ما بنقول دايما التمرين بيجيب المهاره، يعني تحاول تحل على كل ريسيبت تاخده وتجيب اسئله كتير عليه وتاكد انك فاهم كل زمن وكل قاعده كويس جدا. تالت حاجه وهي السكيلز جزء مهم جدا في الامتحان وبيكون عليه درجات كتير جدا في الامتحان. السكيلز بتشمل الحاجات اللي محتاجه شغل عملي اكتر، وهي رايتنج وريدنج. ازاي بقى نحسن السكيلز؟ وهي بالقراءه كتير، لان كل ما هتقرا اكتر ده هيحسن مستواك في اللغه اصلا عموما. تاني حاجة هي رايتنج. حاول تكتب حتى لو هتكتب حاجات صغيرة، مثلا جمل صغيرة تعريفية عن نفسك، وبعدين هتتطور انك تكتب ايساي مثلا عن موضوع معين. وطبعا لازم تحل اسئلة كتير على السكيلز عشان تتدرب على الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. وحاول دايما قبل ما تحل اي سؤال لازم تفكر فيه كويس وتحلله كويس عشان تجاوب صح. نيجي بقى للحاجة اللي انتوا بتسألوني عنها كتير في الكومنتات، وهي الكومبريهنشن هي اهم حاجة اصلا في امتحان الانجليش لان بيكون عليها اكبر درجات. وبمناسبة قطع الكومبريهنشن احب افكركم انكم لازم تشتركوا في جروب التليجرام، لاني هنزل لكم عليه كل يوم قطعة تحلوها، وكمان تاني يوم هنزل لكم الحل بتاعها. نيجي بقى دلوقتي ازاي تتعامل مع قطع الكومبريهنشن. اول حاجه لازم تعملها انك تقرا القطعه كلها مره واحده بدون ما تركز على التفاصيل، لان دي هيديك معلومات عامه عن القطعه وهي بتتكلم عن ايه. بعد ما تقرا القطعه حدد الكلمات اللي انت مش فاهمها، وهتبدا تخمن معناها من سياق الجمله قبل ما تلجأ للترجمه. نيجي بقى للاسئله. لازم تقرا الاسئله كويس وتحاول تفهمها وتحاول تجاوب عليها من قبل ما ترجع للقطعه عشان تشوف الاجابات بتاعتها. دايما حاول تستوعب السؤال بالكامل وتفهمه كويس عشان تعرف تجيب الاجابه المناسبه ليه من القطعه. ونصيحتي ليكم انكم تحاولوا تحلوا القطعه كل يوم، وانا عن نفسي كنت بعمل كده لان ده هيحسن مستواكم في حل القطع مع مرور الوقت. نيجي بقى لمذاكره الانجليزي بشكل عام. مش لازم تذاكر يونت كامل في اليوم، لا تقدر تقسمه مثلا يوم للكلمات
ويوم للسكيلز ويوم للجرامر ويوم للكومبريهنشن، وده هيسهل عليك المذاكره ومش هيخليك تتخنق بسرعه. وفي النهايه احب اطمنكم واقول لكم ان الانجليزي ماده سهله جدا ان هي تتقفل وامتحاناتها بتيجي كويسه. نيجي بقى للاسئله اللي بتسالي كتير، وهي ان هو في ناس كتير مراكمه حاجات كتير في الانجليزي ومش عارفه تحل عليه ومش متاسسه فيه كويس. تاني حاجه، والناس هي لسه بتفكر هتاخد سنتر ولا اونلاين ولا تاخد الاتنين مع بعض، ومتشتتين كمان ما بين المدرسين. وتالت حاجه اللي بيسالوا عن الكتب اللي تحل منها. اول حاجه هنبدا بيها وهي الناس المراكمه. ما تقلقوش من التراكمات، احنا لسه في الاول، مش في الاول قوي، بس تلحق تلم متراكم، لان خاصه انت عندك 5 مواد بس مش 7 مواد، يعني تقدر تنظم جدول كويس وتلم بيه المتراكم. تاني حاجه، الناس اللي لسه بتسال تاخد سنتر ولا اونلاين، الموضوع ده هيتوقف عليك انت. هل هتقدر تفهم من السنتر؟ لو نزلت سنتر مع عدد كبير هتقدر تفهم، او لو اخترت الاونلاين هل هتقدر تلتزم بمواعيد الاونلاين ومواعيد الدروس بتاعتك من غير ما تتجاهلها ومن غير ما تتراكم عليك. وكمان المدرس، ما تشتتش نفسك بتاخد مع مين مدرس، لا خد مع اللي تفهم منه. ما تسالش اصحابك هم مثلا بيفهموا مين، فانت لازم عشان هما بيفهموا منه انت تاخد معاه وهو هيقول عليه كويس فانت لازم تاخد معاه. لا، شوف انت بتفهم مين مع مين وخد معاه. وبالنسبه للحل، انا كنت بحل مذكرات المستر وكنت بحل من كتاب ذا بيست والمعاصر. في النهايه احب اقول لكم ان الانجليزي ماده سهله جدا لو فهمتوها كويس وذاكرتوها كويس باستمرار وطبقتوا النصايح اللي قلناها، واكيد هتشوفوا النتيجه في النهايه. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشاركوه مع صحابكم عشان يستفادوا هما كمان، واي اسئله عندكم اكتبوها لي في الكومنتات وانا هجاوبكم عليها. باي.